الحقيقة المنتخب التونسي عمل مقابلة كبيرة اليوم. يظل لي أول مرة من اللي بدأت الكأس العربية نلعبوا 90 دقيقة كاملة بدون هفوات، بتركيز تام بشراسة، معناها خاصة في وسط الميدان وفي الدفاع. كنا ضيعنا شوط قدام سوريا، ضيعنا شوط كيف أمام فلسطين، ولكن حسب برأيي معناها عملنا مقابلة كبيرة اليوم. لعبنا ب3-5-2 اللي هي طريقة هجومية بزوز قلوب معناها في الهجوم. شوف، فما برشا حاجات الحقيقة. مبروك ساعة لفلسطين ولسوريا. فما برشا حاجات معناها نلوموا أنفسنا. الحاجة الأولى نلوموا أنفسنا خاطر ما خليناش مصيرنا بين يدينا، خاطر لو كان جا ممكن مصيرنا بين ايدينا كنا نجموا نتأهلوا للدور اللي بعد. ولكنني طلبت من المخرج خاطر البارح اني ممكن كي كنت هوني قلت كلمه، قلت ان شاء الله ما نقولوش نجيو بكره ونقولوا اللعبه ما متوازنه. اللعبه متوازنه. يعني كلمت المخرج قلت له يعطيني دقيقه هاي من 88. قلت له اعطيني خلنا نشوفوا يعني كيفاش اللعبه. شوف من دقيقه 88 وفما في برشا زاد لقطات صارت هكا. انا شوف ولات هكا سياحه، ما عادش كوره، ولات سياحه، ولات تدوير دم، ولات انا قال الخطري وانا نتكتك، ولات لعبه ما عاد. شوف عمار هذا شوف بعد هذا علاش اني يا حبيبي 90 دقيقه قدام تونس تتهاج فلسطين تهاج. شوف تفرج تفرج متعادلين اي جول ممكن نفسر لك. يعني نوري فيك في لقطه حبيتك تتفرج تشوف اللقطه من دقيقه شايفه تلعب الناس على الخفيف على الخفيف. احنا في تونس عندنا مثل في تونس نقولوه واحده والمبيت في سيد الهاني على الخفيف ترجمه. شوف فما مفتوح يهاجم. شوف راني ما اني ديما يتلقى جول يطلع برا البطوله. اني ما نتهم حد يا اخي. مش تطلع البطوله. فما الميثاق الرياضي. قبل ما نحكيو على يطلع برا ولا تتعدى قطر ولا تونس ولا هي بطوله عربيه، معناها في الاخر احنا اشقاء واخوات، ولكن فما ميثاق رياضي. فما لازمك تفوز. مش نجي نبرهن نهاجم 90 دقيقه. سوريا 90 دقيقه تهاجم في قطر 90 دقيقه، هاجموا تونس قطر فلسطين كيف نجيو اليوم معناها في مقابله. يعني البارح خاطر نبهت منها، خاطر راني نعرف اللاعبين كوره ونعرف واش يصير. البارح هوني قدامكم الاثنين نبهت قلت راه ولات اللعبه واحده. اليوم الحكم صفر ركله جزاء، رجع للفار وما احتسبت. لو احتسبت وسجل هدف شو انا ما يهمنيش في الحكم. في الحكم حاط على جنب. هاني الحكم حكم على جنب. نحكي على اللاعبين مال المنتخب السوري ومنتخب فلسطين. يعني المشكله فلسطين وسوريا يا ودي. أنا مشكل وين؟ أني ريتكم لو ما جيت شايفكم معناها كيفاش تهاجموا في مقابلات نتاع قطر ونتاع تونس، زوز منتخبات. راني ما تكلمتش اليوم وقلت هذه طريقه لعبهم. لو ما جيت شفتكم دقيقه 90 ودقيقه 95 تهاجموا في الزوز مقابلات اللي فاتوا، راني اليوم جيت ولا قلت هذه طريقه لعبهم. يعني عادي. اما اني نشوفك بطريقه في الزوز مقابلات اللي فاتوا بطريقه، واليوم نلقاك بطريقه سي نورمال. اني كتونسي نشك في اللعبه. مشكله مو من ولا تشكوك في اللعبه. اني كتونسي كي نتفرج ولا محب المنتخب ولا حتى ولا اي واحد يتفرج في دقيقه 88 يقول لك شو هذا؟ شنو هذا؟ هي في الاخر هي لعبه كره قدم. في الاخر هي لعبه. احنا كشعوب احنا نحبوا معناها ماذا بينا نحطوا الفرحه في الشعب الفلسطيني والشعب السوري. احنا بالعكس نحبوا، ولكن خليه يلعب بميثاق الرياضي. يلعب بميثاق الرياضي باش على الاقل الناس تستمتع. حتى يشوفنا واحد من برا من اوروبا يضحك علينا. عمار بالظروف اللي فيها البلدين هلا التاهل للدور الثاني هو انجاز. يعني انجاز بالنسبه لنا. كيف بدك اياهم يلعبوا؟ يا ما انت كيما بديت بالبطوله بديت قوي، لازمك تكمل قوي. كل لاعب عم يلعب حسب امكانيات فريقه. يعني امكانياتكم فزت على قطر وفزت على تونس. امكانياتك مش امكانياتك. فاز على تونس ممكن من ضعف. مش فزت على تونس ومنتخب فلسطين مش فاز على قطر. هذه امكانياتك. ما تقوليش اليوم تلعب على امكانياتك. هذه مش امكانياتك. تونس ما كان منيح بالمباراه. هي ما هذه مش مشكله تونس مو مشكلتنا يا ودي. يعني قلت لك من الاول، قلت لك راهو صحيح احنا ما خليناش مصيرنا بين يدينا. ولكن اليوم
نحكي على اليوم فما مقابلات سامحني اني معني بالتاهل. معك حق نعرف اني معني بالتاهل. بدك تدافع عنه كي نتفرج اني في المقابله ونتفرج من 88 نولي سامحني نشك اني والناس الكل تشك. هذا شيء طبيعي بتصير يا ودي 90 دقيقة أنت تهاجم مقابل قطر ومقابل تونس كيما المنتخب الفلسطيني يهاجم متهاجم كيفاش تجي اليوم سامحني وتكي الورق وتصير لعبة هكا لو يرجع لعبة كنا خسرانين 1-0 طبعا نهاجم لعبة تماس ضربت دقيقتين تماس رجعت للحارس لو يرجع لي الحارس يهدي على حارس منتخب سوريا هدي اللعبة. قلت لك ظرف الفريقين بالوقت الحالي همهم يتأهلوا للدور بغض النظر عن كل شيء. شوف الساكت على الحق شيطان أخرس. فما حق لازمك تشوف تحكي في اللي تشوف فيه اللي تشوف فيه لازمك تحكي حتى على انا لو كان جاء المنتخب نتاعي والله العظيم لو كان جاء المنتخب نتاعي نتكلم عليه خاطر الناس الكل سواسيه ما قلت لك نعاود نقول لك اللي هي بطوله عربيه. شوف طلع شوف اللعبه تمام بوضع تونس وامكانياته وفريق رايح على كاس العالم طبعا ما حيلعب بهذا الاسلوب. يا ودي نحكي لك على مقابله اليوم حسب امكانياتنا اعطيتك حقك كان المقابلات اللي فاتوا انا اعطيتك حقك قلت لك تستاهلون. تمام صح. نحكي على مقابله اليوم على الميثاق الرياضي نحكي اليوم على الميثاق الرياضي لا دخلت لك في تكتيك لا دخلت لك في شيء نحكي لك على الميثاق الرياضي. الميثاق الرياضي احنا عرب واحنا اشقاء واحنا اخوات وحتى في فلسطين احنا نفرحوا لها ولكن خلينا بالميثاق الرياضي خلينا نشوف خلي على القليله حتى اوروبا يعني. حتى اوروبا نشك في المقابله يا عادي طبيعي نشك في المقابله. انت شفت مباراه تشك فيها يمكن نشوف انت مدرب فلسطين وانا مدرب سوريا نشوف نشك كابتن علاش ما نشك سامحني يعني كي نشوف دقيقه 88 لعبوا هكا طبيعه الحال يا عم في وضع يا ودي احنا حتى اوروبيين نعرف الاوروبيين وعملوها مع الجزائر ولكن نقارن الاوروبيين فيهم افضل منا الاوروبيين ماهوش افضل مني الاوروبي سامحني ماهوش افضل مني مش الاوروبي انا نجم نعطيه درس لو يتفرج في المقابله اليوم سامحني لو يتفرج في المقابله ولا السيد علي بالشيخ حكى كيفاش النمسا والمانيا كان مانيش غالط كيفاش يعمل لو تفرجوا اليوم نعطيهم درس احنا نجموا بينا احنا ما نجمش واحنا افضل منهم من ناحيه الاموال من ناحيه اللي تحب من ناحيه التنظيم من ناحيه وعلى الدليل انه افضل كاس عالم صار هوني في قطر نجموا نعطيهم دروس ولكن اذا باش نعطيهم دروس هكا دقيقه 88 نلعبوا بالكره على الخفيف تعطيهم درس تاهل من الملحق على البطوله هي ما حقه يحرز بنقطه يلعب مفتوح ممكن يخسر يطلع برا البطوله. سامحني شكون حكى لك على قبل؟ انا حكيت لكش انا قلت لك قدام مقابله انتم مع المنتخب التونسي ومع المنتخب القطري لعبتوا لل 95 اخر دقيقه والناس تركض في الهجوم والباس وكل شيء والاستحواذ اليوم الناس تلعب معناها بيشوف واحد ناس تلعب على خسرانين يعني ما تقولش علينا السياحه بأتم معنى الكلمه. لا كنا خسرانين انا قلت لك اتفرج انا قلت لك اتفرج استحقنا هذه السياحه نحكي لك على المقابله اليوم اللاعبين يلعبوا عباره يتمشون هوني في الكورنيش هذه كوره تتفرج بعض الدقائق بس هذا منطقي بالنسبه بعض الدقائق علاش ما عملتوش نتاهل للدور الثاني علاش ما عملتوش في المقابلات الزوز اللي فاتوا كنت بعض الدقائق علاش ما عملتهمش في المقابلات الاخرين؟ فريق تونس ما كان منيح صرنا نقدم حالنا بشكل منيح يا ودي اني مليح اليوم سامحني وانت تنجم تكون انت في دقيقه 80 انت حرمت اني مليح اليوم اني فايز على قطر 3-0 قطر كنا خسرانين رجعنا على يا ودي اني اليوم فايز 3-0 اليوم فايز 3-0 انت تحرمني خويا كي تبدا تجيني دقيقه 88 المقابله مش 88 راهي المقابله 90 دقيقه ومعاها وقت اضافي كلام صح مش انه نقعد نلعب اذا تحب تهاجم العب على سوريا يا ودي فما فاز على فلسطين يا ودي ادي فما شوف مشكلتنا انت في نفسيتك هو في نفسيته اليوم ما احترمش الميثاق الرياضي من زوز منتخبات انا نقول والله لا مش لا ما احترم حتى البارح لو كان ما جيتش نعرف خاطر نعرف الامور كيفاش باش تصير نعرف والبارح حذرت واحنا مع بعضنا كنا هنا واشتغلنا وقلت لك ان شاء الله ما تجيوناش بكره وتقولوا لنا اللعبه متوازنه جينا اليوم وقلتوا لنا اللعبه يعني متوازنه وكويس وهي مستوى متقارب انت بس معك حق تحكي كيفاش هي مو مشكلتنا نحن هذه وين هو نتأهل للدور الثاني عمار انت بدك نريد احنا واحد من المنتخبين يخدمك وانت ما خدمت حالك يا ودي ما تخدمنيش اني العب مقابله كره قدم قال لك حد خدمني اني خدمت روحي فزت 3-0 اليوم اللي اني اليوم خدمت نفسي فزت 3-0 على المنظم على منتخب قطر ولكن اني شنو نستنى في الميثاق الرياضي في المقابله الاخرى نستنى في الزوز منتخبات باش يسجلوا باش يلعبوا
وتنجم وكانت تنجم تفوز فلسطين واني ما تأهلش. لو فلسطين فازت سوريا ما تتأهل. انا قلت لك تنجم، هذاك علاش انا قلت لك تنجم تفوز فلسطين واني ما نتأهلش، ولكن انا استنيت ميثاق رياضي. ليش كان في فرص؟ كان في ركله وين جزاء. الفرص الله يخليك الله صفر الحكم ركله الجزاء والحسبه مقابل 88 الناس قالك بيشكك انه مباراه مفتوحه، يعني تعادل انتم حبايب وباصنه مثل المانيا والنمسا اللي عملت في وانت تردوا عليه في بلنتي. رد عليه، هل المباراه مفتوحه؟ لا مش مفتوحه. خبروا لا عشان هي سوريا قنعوا في المباراه. مين بده يلعب مفتوح؟ شو قنعوا في المباراه؟ لا خلي يقنعوكم. انا ما شفت المباراه. اقنعني يعني كنت نوري لك توا في الدقائق والله كابتن الله يخليك، يعني كنت المباراه نوريك تكون مفتوحه. بالله كابتن رئيس ما تسمعش بيقول لك انت احمد بيقول لك المباراه انت لا احمد تعاونين فلسطين يا كابتن يا كابتن انا قلت لك عدلوا خلينا نشوف الكابتن عدلوا. انا سؤالي الميثاق قصده ميثاق ايش؟ هو يقصد عمار الفريقين يقصد واضح كلامه. الفريقين لعبوا للتعادل. زين اوكي الفريقين لعبوا للتعادل والتعادل ما دام لعبوش وكان يعني مفتوحه مباراه. كان اللعب كله في وسط الملعب. بس هذا اللي شوف وتطلع التماس يضرب ساعه وبترجع للحارس بيقولوا هدي والامور طيبه، يعني هذا ميثاق رياضي. شوف هذا منتخب سوريا هذول شوف تفرج بلا يشوف فلسطين ليش شوت نتفرجوا احنا تو، خلي المتابع يتفرج وخلي العالم يتفرج. فريق متصدر المجموعه هلا هو شلون بده يلعب؟ عجبني انا متصدر مجموعته. ايه منتخب سوريا كلامك على المباراه مش على متصدر، هي يا كلامك ودي هو منتخب سوريا مو يضغط. هذا بلا يشوف اللعبه. علاش تكلم فيه تفرج نفس مباراه المانيا والنمسا نفسها. كان ينجم يتفرج فينا واحد ورب ياخذ من الدرس لو جات لعبه. شوف ها بتطلع تماس الحين اوكي يلا اوكي شوف اغزر له كابتن العالم. خلينا نشوف حكينا له حكيت له ولا حكيت له. انا كلامي يقتل غلط بالله الله يخليك لحظه كابتن، انا كلامي نجم غلط. التلفزيون اتفرج شوف حركه الحارس. لحظه بتوريك حركه الحارس اتفرج. شايف لحظه طبعا شو يعمل اوكي هدي على الخفيف يلا اوكي خلاص على الخفيف امورنا طيبه هذا يموت حاله عشان يخليك تتاهل. لا 89 دقيقه لا ما تحاولش تقنعني. ليش ما تحاولش انا وريتك بالصور، مانيش نتكلم جاي من الهواء ولا هابط من مريخ ولا من كوكب وريتك صور. انت بتلعب كاس عالم ونقطه بتاهلك، وليش انا عندي مقابله اخرى فما ميثاق رياضي كنت احكي لك على الميثاق الرياضي. يعني انا اذبح حالي اموت حالي عشان تتاهل يعني؟ يا ودي ميثاق رياضي تموت حالك على الميثاق الرياضي، ما تموتش حالك على الميثاق الرياضي. هو اسمع الكابتن يقصد انه هو لعب مباراه. فاهمين كلامهم. دقيقه هو انه لعب مباراه كبيره. دقيقه لو سمحت تفضل. انه هو لعب مباراه كبيره. انت من وجهه نظرك كمنتخب سوري كبيره الثالثه ليش من قبل لعب مباراه عشان بس تفهم نقطتي. انت من وجهه نظرك ان انا بريح وعندي ادوار ثانيه وبلعب، بس هو قصده ان انت لعبت للتعادل ومنتخبين واضح وما احترم الميثاق الرياضي. احترم المنتخبين وعندي جمهور كبير منهم واحبهم، لكن انتم لعبتوا للتعادل. اكيد لو انا مكان الكابتن لو انا فريق لعب لحساباته للتعادل. لو انا مكان الكابتن وفايز بزعل. انا لو منتخب قطر لو فايز اليوم نفس النتيجه حقه ما بنبخس. اسوي اكثر من هالشيء وحقك انك انت تنافس. لو كنت انت مترشح راح نبارك لك. انا لو فايز ترى صفر بزعل لانه الفريق اللي تاهل كسب. ليش نلعب في مقابله عندنا مقابله ليش نلعب كيف نتكلم عن الجوله الاخيره. لا نوضح واحد طبيعي هذا. لا حق طبيعي وبعد حق تلعبوا. روح يا حبيبي شو تفضل رواد شو تلعبوا مثل ما ذكرت تلعبوا كره قدم. عرفنا مع منو انك انت تفوز وهو يفوز صح عشان يتاهل. العب هجوم عشان انا اريدك اطلع برا. بس وضعيه الفريقين ما برا ولا تلعب بالكوره شباب يعني تلعب بالمباراه. وضعيه الفريقين ما بتسمح لحد يغامر. احمد الرواس شباب انا اعطيتكم خلاص انتهت اعطيتكم الوقت الكافي ان تتكلموا. قال لك طلعنا حبايب نحن. اول شيء طبعا المنتخب السوري ومنتخب فلسطين منزهين عن موضوع التلاعب ما تلاعب، وهذا انا متاكد انه ما صار. المباراه الفريقين لعبوا لين يعني الدقيقه 88 89 وهنا سلموا ممكن يكون التعادل. عمار انا اقدر مشاعرك، في النهايه منتخب تشوف نفسك متضرر وهذا حقك، لكن بعد العتب على المدرب التونسي وعلى لاعبين تونس واحنا معاكم ان احنا ما خدمنا نفسنا بنفسنا. دائما اذا بتاكل اكل بدراعك لا تنتظر حد ياكلك بايده. صحيح هذه ما فيها نقاش. وصلتني الغادي. اي في النهايه انا عن نفسي والله اقول مبروك لهم تاهلهم بجداره واستحقاق. على ما قلت لك بيكون تعادل.